بما ان الجو بقى برد ومطر، حبيت اعمل معاكم النهارده القلقاس. هعرفكم ازاي تعملوا القلقاس من الالف الى الياء، ازاي تعرفي تقطعيه وتقشريه. تابعوا معايا الفيديو وحطوا لايك واشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، وفعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديده. وصلوا على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى يا حبايبي، انا زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا هعرفكم ازاي تجيبوا القلقاس وازاي تقطعوه وتقشروه، لان في ناس كتير بيبقى غلبة بالنسبه لها يعني موضوع تقشير القلقاس وتقطيعه كده. انت بتجيبي القلقاس وتجيبي حجم وسط، يعني ما تجيبوهوش كبير قوي، تمام؟ عشان تعرفي ازاي تقطعيه وتقشريه وكده. انا بجيب القلقاسيه بتاعتي وبقطعها 4 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انتوا لما تقطعوه 4 كده هيبقى سهل عليكي جدا ان انت تقشريه، هيبقى اسهل كمان من البطاطس. بتجيبي كل ربع وبتقشريه بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنا 2 قلقاسه قشرت اهو، قطعت واحده اهو ومكعب 4 وبقشرها بالشكل ده، شايفين؟ مفيش ولا اسهل ولا ابسط من كده. هعرفكم ازاي تعملوه بالخضره، هيبقى طعمه وريحته جايبه لاخر الشارع. بصوا بقى يا حبايبي، انا جبت القلاسه بتاعتي. هجيب الربع بقى بعد ما قشرناه كده، هجيبه بقى. بصوا اهو، بجيبها كده واقطعها بالطول كده زي ما بتقطعي البطاطس، بس تكون عريضه شويه. بعد كده بتقطعيه بقى مكعبات بالشكل ده. بصوا اهو، اظن سهل وبسيط والفيديو شارح نفسه، مش لازم اشرح بقى. بصوا اهو، بتجيبيه اهو بتقطعيه كده زي ما قلتلك، صوابع كده زي البطاطس بس اتخن شويه. بعد كده بتقطعيه مكعبات كده، تمام؟ اهو هقطع بقى الكميه بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. خلصت الكميه بتاعتي وقطعتها مكعبات بالشكل ده، تمام؟ بعد بقى ما الشوربه بتاعتك بتغلي، انا عايزه اقولك بقى على حاجه. الشوربه لازم تكون دسمه شويه، يعني شوربه فراخ بلدي، شوربه لحمه ضاني مثلا، شوربه بط، بيبقى القلقاس على الشوربه الدسمه طعمه حلو قوي، تمام؟ بعد كده يا حبايبي بحط القلقاس بتاعي بقى في الشوربه بعد ما الشوربه بتغلي بالشكل ده. بعد كده بعصر عليها نص ليمونه، نص ليمونه، علشان انتوا عارفين ان القلقاس بيطلع كده ماده لزجه شويه، فانت لما تحطي النص الليمونه مش هيطلع الماده دي، وهيفضل كده بحالته الجميله دي في الشوربه وبعد ما يستوي كمان. بعد كده بتسيبي بقى القلقاس على نار وسط كده لمده نص ساعه يستوي، بس هو مش هياخد وقت ولا حاجه، ماشي؟ تسيبيه بقى يستوي كده على نار وسط لمده نص ساعه. زي ما قلتلك هنعمله النهارده بالخضره، تمام؟ واحسن حاجه بصراحه القلقاس يتعمل بالخضره، بيبقى طعمه تحفه. هجيب كزبره، طبعا كلكم عارفين الكزبره الخضراء. بتجيبيها وبتقطعيها كده، بتشيل العروق وبتحطي الورق، يعني بتفصلي الورق من العروق، بترمي العروق وبتاخدي الورق، تمام كده اهو. العروق دي بتشيليها وتاخدي الورق بتاع الكزبره. بنقطع بقى الحزمتين، انا جايبه حزمتين معايا، قطعتهم اهوت وخدت الورق بتاعي. ومع الكزبرة بتجيبي ربطة سلق واحدة، يعني هو اساسي معايا كده الكزبرة والسلق للقلقاس اللي هو بالخضرة، تمام؟ بتشيلي برضو الورق، بتاخدي الورق وبتفصلي العروق برضو من الورقة بتاعة السلق كده اهو، بتاخدي الورقة دي وبتشيلي العرق بتاعها، تمام اهو. يعني احنا عاوزين في من الخضرة الورق بس، تمام كده. انا خدت كده خلاص اهو الورق اللي هو بتاع الكزبرة والورق بتاع السلق، تمام؟ هاخدهم بقى واغسلهم كويس، احطهم في مصفى واغسلهم كويس واصفيهم عشان هم ما كانوش اتغسلوا. فانت بتاخديه وبتنزلي، بتاخديه كده وتحطيه تحت المية يتغسل كويس جدا، تمام؟ وبتصفيه. بعد كده بتحطيه في الكبة بتاعتك وبتحطي كوباية من الشوربة اللي احنا هنعمل بيها القلقاس، يعني بتحطي معاه كوباية شوربة علشان يتضرب معاكي في الكبة بسهولة كده، وبيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزاه يتضرب ويبقى ناعم كده، بصوا عايزاها تبقى بكده. بعد كده حبايبي بيكون القلقاس استوى معايا خلاص وتري. بتجيبي بقى معلقة كده وبتقسمي القلقاسة كده، لو اتقسمت معاكي يبقى خلاص كده تمام.
بعد كده بعد ما بناخد بقى الخضرة بتاعتي بنحطها في مصفى وبنصفيها كده على الشوربة بتاعة القلقاس بالشكل ده. يعني احنا بنصفي الخضرة، مش بنحطها كده كلها على القلقاس، لا، بنصفيها وناخد المية العصارة دي على القلقاس، وبنخلي بقى القشر والتفل ده مش هنرميه. هقول لكم على الحاجة اللي هتخلي القلقاس ده ريحته تجيب لاخر الشارع، هتخلي القلقاس بصوا في مكان، يعني طعمه في مكان تاني خالص بالتفل اللي انتوا شايفينه ده. باخده بقى وبجيب طاسة وبحطها على النار وبنزل فيها معلقة كبيرة من السمنة، يا ريت السمنة تكون بلدي، هتفرق جدا في الطعم. واسيبها بقى تسخن. بعد كده بنزل فيها زي ما قلت لكم القشر والتفل اللي طلع كده من الكزبرة والسلق بالشكل ده. بعد كده بنزل على طول عليها على الخضرة دي 7 فصوص كده او 5 فصوص من الثوم مضروبين ونعمهم في الكبة. وبعد كده بتنزلي عليها الكزبرة زي ما بتعملي التقلية كده بتاعت الملوخية. تمام. بنزل بقى الكزبرة على الخضرة بتاعتي والثوم، وبقلب بقى لغاية لما لونها هيوصل لكده. انا مش عايزاها تتحرق يا جماعة، خلي بالكم، عايزاها بقى تغمق سنة بس كده. تمام. بعد كده بنشيل بقى الخضرة بتاعتي بعد ما حمرتها كده ولونها بقى عامل كده، بنزلها بقى على القلقاس بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقلبه بقى واخده كام تقليبه. شايفين بقى اللون وشايفين الطعم. انا عايزه اقول لكم يا جماعه الريحه بتاعته كانت قلب الدنيا. اعملوه بقى بطريقتي وانسوا اي طريقه تانية، ودي طريقه اصلا امي الغاليه. لو عملتوه بالطريقه دي مش هتعملوه بطريقه تانية خالص، واللي عندك هيبوسوا ايديكي من حلاوته. تجيبوا بقى الطبق وتقدموه بألف هنا. تقدري بقى تعملي جنبه رز بشعرية، تعملي جنبه رز أبيض، تاكليه بالمعلقة اللي انت عايزاه. وزي ما قلت لكم القلقاس كل ما اتعمل على شوربة دسمة كل ما بقى أحلى وأحلى. شايفين شكله حلو ازاي؟ عايزة اقول لكم بجد تحفة 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 في منتهى الجمال والطعامة. القلقاسة كده مستوية كده والشوربة كده تجنن. تاخدي بقى وتحطي على الرز وبألف هنا. عايزاكم بقى تعملوا بطريقتي هيعجبكم جدا، وتتدفوا بقى في برد الشتاء. انتوا عارفين ان هو اصلا من الاكلات الشتوية اللذيذة الجميلة المغذية. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس علشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل جديد في قناتي. بحبكم قوي، وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة او فيديو جديد، ومع السلامة وباي باي.